السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا الفيديو ان شاء الله 2024 تدخل عليكم بالصحه اللي هي راس المال والرزق والبركه والتيسير. اي واحد كان باغي شي حاجه في حياته، باغي يحقق شي حلم في حياته، الله يسهل عليكم والله ييسر الامور ديالكم ان شاء الله، توصلوا داكشي كامل اللي بغيتوه. قبل ما ندوز للمحتوى ديال الفيديو ديال اليوم، نبغي نقول لكم شكرا بزاف من القلب الخالص على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي حطيت لكم قبل من هذا ديال التجربه ديالي مع امتحانات الجنسيه الاسبانيه. ونبغي نقول شكرا بزاف 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 الناس اللي تابوناو عندي جداد، شكرا لانكم وصلتوني ل 5000 ابوني. واخا 5000 ابوني راه قليله بالنسبه للوقت الطويل اللي عندي انايا في اليوتيوب، ولكن ماشي مشكل. المهم انه الناس اللي تابونا عندي يكونوا ناس اللي تاقوا فيا وعجبهم المحتوى ديالي، وشكرا المهم بزاف على الدعم ديالكم والثقه ديالكم، والله يحفظكم. كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، اليوم بغيت نشارك معكم التجربه ديالي اولا التحدي اللي كنت درت بيني وبين نفسي في 2023، وكان عندي بحال حلم وقديت نحققه بالاذن ديال الله. وحتى نتوما اي حلم كان عندكم، اي حاجه كنتو باغيين توصلوا لها، كونوا اكيدين انكم غتوصلوا لها الا كانت عندكم الرغبه القويه وخدمتوا عليها وتعبتوا عليها، حيت حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل. اي نجاح بغيتوا تحققوه في حياتكم ضروري تكون موراه الخدمه وموراه تماره. يعني ما يمكنش غتحققوا شي حاجه بسهوله، ما كايناش نو اكسيستي. المهم كيف ما شفتوا في العنوان، انا نقصت 20 كيلو في تقريبا 7 شهور. يعني ما كانتش شي حاجه اللي سهله، ولكن ماشي شي حاجه اللي مستحيله اكيد. هذاك الشيء علاش بغيت نشاركها معكم، باش يتموتيفاو او يتحفزوا الناس اللي باغي تنقص الوزن ومازال ما عندهمش ديك الرغبه، ولا مازال كيقولوا ما نقدروش نديروها. وهاد الفيديو ماشي غادي يحفز غير الناس اللي باغا تنقص الوزن، لا. يعني من هذا الفيديو نبغي نقول لكم بلي اي حاجه بغيتو توصلوا لها راه تقدروا توصلوا لها الا خدمتوا عليها وتعبتوا عليها وكانت عندكم واحد الرغبه واحد الاراده قويه باش ديروها. المهم انا غنقول لكم تقريبا الطريق اللي تبعت، شنو هما الحوايج اللي كنت ندير، ومن بعد نشرح لكم كل حاجه بوحدها. انا وصلت واحد الوقت وزنت راسي، لقيت راسي 97 كيلو، واحد الوزن اللي عمرني ما وصلت له في حياتي. انا كنت دائما في حياتي يعني هذه شحال في السنوات اللي فاتوا كنت دائما في واحد الوزن، يعني نزيد كيلو 2 كيلو، ولكن كنت تقريبا فيكسيه في واحد الوزن. هاد 4 سنين التاليه بحكم بزاف ديال الظروف تزادت في الوزن بواحد الطريقه كبيره. هاد 4 سنين التاليه يعني كان عندي وليد، زاد عندي وليد صغيور بحكم الرضاعه، ما بقيتش خدامه في هاد 4 سنين. الوقت ديال كورونا يعني بقينا في الدار، ما كانش الحركه، يعني بزاف ديال العوامل الصراحه اللي خلاوني نزيد بزاف في الوزن. وحتى لا مبالاه، حتى لا مبالاه، يعني ما غاديش نقول غير هاد الظروف هذه، ولكن حتى انا بحال سمحت شويه. صافي فاش شفت 97 كيلو قلت صاي انا هنا خصني نوقف، لانه لا بقيت هكذا غنوصل 100 كيلو، غنفوت 100 كيلو اللي هي، وديك الساعه غيكون عندي الخدمه اكثر وصعيبه اكثر. صافي يعني قلت 97 كيلو صافي خصني نوقف هنا، خصني صافي يعني ندير شي خطوه، ما نزيدش نستنى. كما قلت لكم انا شنو درت، انا تبعت، ما درتش شي ريجيم معين، يعني ريجيم الكيتو ولا شي حاجه. انا درت نظام غذائي صحي، يعني تبعت الاكل الصحي وما درتش صيام متقطع، حيت انا جربت الصيام المتقطع الشهر الاول وما جاش معايا. الصيام المتقطع كاين الناس اللي كيضرهم، كاين الناس اللي كيجي معاهم. يعني جربوا نتوما هكا شي ايامات، شفتوا راسكم مثلا كتجيكم الدوخه، يعني لانه الصيام المتقطع يقدر ياثر على الطونسيون، يقدر ياثر على الانسولين. واخا ما يكونش فيكم السكر، واخا ما يكونش عندكم مرض طونسيون، الا درتو الصيام المتقطع كاين الناس اللي كيضروا. هذاك الشيء علاش انا جربت الصيام المتقطع ما جاش معايا. قالت لي الطبيبه بالاحسن تحبسيه وديري 3 وجبات، حيت الصيام المتقطع فيه 2 وجبات. المهم بقيت نتبع 3 وجبات في النهار، اكل صحي، كنحترم الكميه. حاجه اللي مهمه في النظام الغذائي الصحي انكم تنقصوا الخبز والنشويات. راه ما يمكنش تبقاو تاكلوا الخبز بزاف والنشويات، راه ما يمكنش تنقصوا في الكيلويات. انا كنت ناكل 50 غرام ديال الخبز في الصباح فقط. في الغداء ما كناكلش الخبز. بعض المرات كنت كندخل نشويات في الغداء ديالي، بحال الا درت عدس ولا اللوبيا ولا الحمص، هادو راه فيهم نشويات. بعض المرات كنت نتشهى لي بات انتغرال، يعني ديال الزرع، كنت نتشهى الروز انتغرال، ولكن نحترم الكميه. من بعد غندوز معكم هادشي ديال الكميات وكلش. وفي العشاء كنت كناكل شي حاجه اللي خفيفه، فروي زائد شي دانون مسوس، مهم شي مرات غير سلاطه، شي حاجه اللي قليله. حاجه اخرى اللي انا درتها وانا عارفه بزاف ديال الناس غتجيهم صعيبه انهم يديروها، ولكن انا قدرت نديرها، هو انني قطعت السكر. الا قطعتوا السكر غيعاونكم بزاف 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 انكم تنقصوا.
السكر هو اللي كينفخ الكرش، هو اللي كيخرج الكرش، حتى هو يعني راه كيزيد في السعرات الحراريه، يعني كيزيد في الميزان. وماشي صحي، يعني راه ما غاديش نحتاج انا نقول لكم بان السكر راه هو والملح من السموم البيضاء، نتوما راكم عارفين هذا الشيء هذا، وحتى الدقيق الابيض. يعني انا فاش بديت هذا الشيء هذا ولحد الساعه، وانا صراحه حتى قبل ما نبدا هذا الرجيم انا كنت دائما كندير كيعجبني ناكل الحوايج ديال الزرع. حاجه اخرى عاوتاني الماء. يعني الماء كنت نشرب بزاف، يعني من 3 يوترو حتى 4 يوترو، اللي يقدر يشرب اكثر يشرب اكثر. انا يعني ما كنتش نقدر نشرب اكثر من 4 يوترو. الماء شي حاجه مهمه 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 باش نقصوا الوزن، كيساعد في حرق السعرات الحراريه. ومهم الماء زوين، مينيموم 3 يوترو في النهار مينيموم. الحاجه الاخرى الاخيره اللي حتى هي ضروريه، المشي والرياضه. المشي بوحدو والرياضه بوحدها. يعني كنت كندير لا مارش رابيد، الكاميناتا الرابيده، المشي الهروله يوميا كنت كنخرج نتمشى من 30 دقيقه حتى لساعه على حسب الوقت ديالي، واش عندي الوقت داك النهار ولا لا. يوميا كنت كنتمشى يوميا، وماشي التمشيه تخرجوا تقداو اولا تخرجوا تدوروا في المغازات اولا لا، يعني تخرجوا خصيصا باش تمشاو، يعني تمشيو لشي بارك، تمشيو لشي بلاصه خاويه، يعني فين تمشاو بالزربه، ماشي فين تبقاو انا ما كنتش كنتمشى في وسط المدينه، نتوما عارفين في وسط المدينه يكونوا الفروجات خصني نوقف. كنت كنمشي لواحد البارك عاد كنبدا نحسب ديك نص ساعه ديالي ولا ساعه ديالي. وزائد المشي كل نهار. كنت كندير الرياضه في الدار. الرياضه ما كنتش كنديرها يوميا، كنت كنديرها 2 مرات حتى 3 د المرات في السيمانه، وكندير من 40 دقيقه حتى لساعه على حسب عاوتاني الوقت ديالي. بالنسبه للرياضه انا كنت كنتبع هاد السيده هذه صراحه، اللي كانت انا ارتحيت لها وكيعجبني النوع ديال الرياضه اللي كدير. هاد الكوتش كنت كنتبعها في اليوتيوب، يعني دابا كلشي كاين في اليوتيوب، كنديرها في التلفازه وكنبقى نتبع معها الحركات. بطبيعه الحال نتوما لا ما عجبتكمش هذه، لان كل واحد لمن كيرتاح تقدروا تقلبوا. كنت كنكتب في يوتيوب المهم انا في اسبانيا كنكتب كاميناتا رابيدا وكيخرجوا لي بزاف ديال الفيديوز، اولا كنكتب فيتنس، اولا كنكتب بالفرنسي تقدروا تكتبوا لا مارش رابيد، كاميناتا رابيدا ان كاسا. واخا هي راه كيقولوا لا يعني المشي في الدار، ولكن هو راهم كيديروا الحركات وكيديروا بزاف د الحاجات اللي تخدموا الجسم ديالكم كامل سمحوا لي. صافي يعني هذا هو النظام اللي كنت غاديه عليه لمده 7 شهور. بالنسبه للماكله كيف ما قلت لكم في الصباح، يعني الوجبات خصها تكون بعدا متكامله. يعني شنو هي متكامله؟ خص نتوما ما تبقاو تاكلوا غير 2 المرات اللي مزيان، وديك العشاء يعني غتاكلوا شي حاجه خفيفه، خص تاكلوا مزيان، يعني خص الجسم ديالكم يتغذى مزيان، ما تنقصوا حتى شي حاجه. شنو يعني الغذاء ديالكم؟ يعني يكون متكامل ومتوازن، يعني يكون فيه شويه من كل شيء باش ما تصدقوش نتوما غتنقصوا الوزن، ولكن عاوتاني الجسم ديالكم غادي يمرض. يعني مثلا ينقص لكم الحديد، ينقص لكم فقر الدم، او لا ينقص لكم فيتامينات ولا شي حاجه. يعني ضروري تحترموا يعني تاكلوا شويه من كل شيء باش الجسم ديالكم يعني يكون يتغذى مزيان. شنو يعني متوازن ولا متكامل؟ يعني خص يكون الاكل ديالكم يتوفر على بروتينات، على فيتامينات، على شويه د النشويات، شويه د الدهون الصحيه، والالياف. الالياف اللي ضروريه هي اللي تساعدكم انكم تنقصوا الوزن، وهي اللي تساعد في حرق السعرات الحراريه. والغداء كذلك، حتى الغداء ضروري خص يكون متوازن ومتكامل. بالنسبه للعشاء انا صراحه الاغلبيه كنت كناكل واحد الفاكهه زائد دانون مسوس، وشي مرات ناكل غير دانون مسوس. وصراحه شحال من مره ما كنتش نقدر ناكل، ولا بعض المرات تقدروا تاكلوا سلطه، يعني سلطه فيها الخس، فيها مطيشه، خيار، بيطراف، يعني هكا شي حاجات اللي خفيفه في الهضم ديالها. وحاجه اللي مهمه 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 من تبغيو تنقصوا الميزان خصكم تعشاو بكري، يعني 7 تكونوا وقفتوا الماكله. هو كيقول لك خصكم توقفوا الماكله 3 سوايع قبل من الساعه ديال النعاس ديالكم. يعني مثلا لو كنتو تنعسوا مع 10، يعني 7 خصكم تنقصوا الماكله، تخليو ديك 3 سوايع على الجسم ديالكم فين يحرق ديك الماكله اللي كليتوها في العشاء. الناس اللي كتجوع بزاف وتبغي تاكل شي حاجه كبيره، يعني تبغي تاكل مزيان في العشاء، تقدر مثلا السلطه تزيد معها شي حاجه ديال البروتين. كما قلت لكم البروتين مهم باش تنقصوا الميزان، مهم بزاف. الناس اللي كتبغي تنقص الوزن خصها تاكل الكميه ديال البروتين عاليه بزاف. وكلوا الخضره والخضره خاصه كلوا، يعني ما ديروش الحساب، خضره مفوره مصوطيه، مهم الخضره تقدروا تاكلوا بلا ما تحسبوها. البروتين حتى هو، ولكن اللي خصو يتحسب هو النشويات. يعني حاولوا انكم تاكلوا الكميه المسموح بها.
وخصكم حتى السكريات، يعني الناس اللي ما تقدرش تقطع السكر مثلا بحال الفواكه ما تكثروش، يعني عندكم واحد جوج فاكهات في النهار اللي تقدروا تاكلوها، لانه حتى الفاكهه راه فيها يعني النسبه ديال السكر. وشنو اخر قلت لكم؟ الرياضه يوميا، يعني تمشاو، المشي كيساعد بزاف انكم تنقصوا الوزن، كيساعد انه الكرش تدخل. الرياضه عاوتاني، الرياضه علاش مهمه؟ لانه الانسان من غادي يبدا ينقص الوزن الجسم ديالو غادي يترهل، والرياضه هي اللي كتساعد انه الجسم ديالكم يبقى مشدود، يعني اللحم ديالكم تبقى مشدوده باش ما يجيكمش لا سيلوليت، ما يكونش يعني عندكم دوك الشراطط في اللحم ديالكم. يعني ضروري من الرياضه. وبطبيعه الحال الرياضه ولا مارش والمشي كيساعدوا، يعني كيساعدوا انه الجسم يحرق اكثر باش تبقاو تنقصوا بالزربه. يعني الا درتوا هاد الحوايج كاملين ما يمكنش ما تنقصوش، ما يمكنش. يعني غتاكلوا ماكله صحيه، غتحترموا الكميه ديال الاكل، غتعشاو بكري، غتشربوا الماء مزيان، غتقطعوا السكر الناس اللي قدرت تقطع السكر، غديروا الرياضه، غتخرجوا تمشاو يوميا، راه مستحيل ما غاديش تنقصوا، مستحيل. ولا درتوا هاد الحوايج كاملين في خطره غادي تساعدوا الجسم ديالكم يحرق بالزربه. يعني مثلا الا كاين الناس اللي كدير غير مثلا غير ريجيم، غير الاكل الصحي، تقدروا تنقصوا مثلا 2 كيلو في الشهر، ولكن الناس اللي غتعاون بالرياضه وغتعاون بالمشي يوميا غتقدر تنقص 5 كيلو 6 كيلو في الشهر. يعني شحال ما يعني درتوا العوامل كامله غادي تنقصوا اكثر. وصافي هادشي اللي كاين. انا صراحه هادشي استغرق معايا كيف ما قلت لكم 7 شهور. حتى انا نهار اللي بديت كنت نقول ما يمكنش 20 كيلو باش غادي نقصها بزاف، يمكن غادي نخصني بزاف ديال الوقت، ولكن صافي يعني صراحه اون فوا غادي تبداو غادي صافي غادي تبقاو تشوفوا راسكم، تبقاو توزنوا كل سيمانه، غتبقاو تشوفوا الميزان كينقص، غادي تشجعوا وغادي يعجبكم الحال. غتشوفوا الكسوه ولا تجيكم كبيره، غادي تشوفوا الملاحظات ديال الناس كي تخرجوا يقولوا لك راه نقصتي هذه، يعني غادي تبداو تتشجعوا الصراحه. ونعاود عاوتاني نقول لكم باللي اهم حاجه باش تبداو هذا الريجيم ولا باش تبداو اي نظام غذائي في حياتكم، راه خص تكون عندكم الرغبه قويه، تكون عندكم الاراده باش ما تقدروش تستسلموا. باش واخا في الدار مثلا تكونوا طيبوا تكونوا توجدوا، خصكم تشدوا راسكم. انا راه عندي وليداتي صغار، يعني كنشري السقاطه كندير الشهيوات، ولكن مع ذلك قديت يعني قديت نشد راسي، لانه سينو كانت الصحه ديالي غادي تكون في خطر، وكنت غادي نوصل 100 كيلو، كنت غادي نفوت 100 كيلو ديك الساعه. شحال ما زدتوا في الميزان، شحال ما الخدمه غتجيكم صعيبه، وشحال ما غادي يجيكم هذا الانقاص الوزن شي حاجه اللي صعيب انكم تبداوها. وكنشجع اي واحد باغي ينقص الميزان ولا اي وحده باغيه تنقص، تشجعي، ثقي في راسك، كوني قويه. الصحه ديالك هي الاولى، ما عندك ما ديري بالسمنه، ما عندك ما ديري بالكيلويات الزايده. كما قلت لكم في الاول، فاش كتكونوا غلاط كتمشيو تشريو الكسوه ما كتلقاوش القياس ديالكم، ولا تلقاو حاجه قليله، الحاجه اللي تعجبكم ما تجبروش فيها لاطاي ديالكم. هذا بحد ذاته احباط، هذا بحد ذاته الثقه ديالكم في نفسكم تنقص. زائد العامل ديال الصحه اللي هو شي حاجه اهم من كل شيء. تبقاو ما تقدروش تطلعوا الدروج، تمشيو بالزربه، يعني تبقاو تنهتوا، ما تكونوش خفاف، ما تكونش عندكم الرشاقه. يعني والله واحد الاحساس انا كان عندي فاش كنت يعني غليظه، واحد الاحساس اللي خايب ما نبغي حتى لشي واحد. فاش تبداو بعدا ديروا الرياضه واحد الحاجه اللي زوينه، الرياضه واحد الحاجه اللي تخليكم كتبدل لكم النفسيه ديالكم، كتوليو ناشطين، كتوليو تحسوا بواحد الرشاقه، واخا تكونوا باقي ما نقصتوش بزاف الميزان، كتحسوا بواحد الرشاقه اللي زوينه. يعني ما كنشوف انا حتى شي حاجه اللي زوينه في السمونيه. هذاك الشيء علاش انا من هذا الفيديو هذا كنشجعكم، واي واحد باغي ينقص يبدا، ما يقولش حتى الغدا، حتى السيمانه الجايه، حتى الشهر الجاي، لا بدا. يعني ما كاينه حتى شي حاجه تخليك تزيد الوقت، شحال ما زدتوا ديال الوقت، شحال ما تزادوا الكيلويات، شحال ما صعبت الطريق، اللهم تبداو. واي واحد بغى يسولني شي سؤال اللي نقدر نكون انا ما طرقتلوش في الفيديو يسولني في التعاليق لتحت، وهادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. وكوراج انيمو للناس كامله اللي باغيه تنقص، كوراج لاي واحد باغي يحقق شي حلم في حياته كيف ما كان داير، ماشي بالضروره يعني في انقاص الوزن. في الاحلام ديالكم راه الاحلام ديالنا كاينه بزاف، اي واحد باغي يحقق شي حاجه يتعب عليها، يدير عليها مجهود، يخدم عليها. حتى حاجه ما تخليوها تحطمكم، حتى شي حاجه ما تخليوها تخليكم تستسلموا. كونوا قويين
وخدموا على راسكم وعلى حياتكم وعلى الاحلام ديالكم، والله يوفق كل واحد. مع السلامه.